استكمال لأحداث الجزئين اللي فاتوا. لو ما شفتهمش هتلاقيهم تحت في أول كومنت. ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ بروني هو رايح لفيكرام وبيكون ميت، وبنعرف إن فيكرام يبقى أخوه. بنرجع بقى فلاش باك لورا 15 سنة، وبيكون روني وفيكرام بيلعبوا، وواحد بيمسك فيكرام يضربه عشان قطع خيط الطيارة بتاعته بالغصب، وبيقول له فيكرام إن هو هينادي على أخوه، وبينادي على روني وبيلاقيه قدامه على طول، وبيكونوا بيتريقوا على روني، بس بيقول لهم إن لو كان الموضوع يخصه هو أنا هيسيبهم، بس هو يخص أخوه عشان كده هيدمرهم. وبيمسكهم يضربهم واحد ورا التاني، ومحدش بيكون قادر عليه لحد ما بيلاقي أبوه قدامه، وبيفضل يضرب في روني في البيت، وفيكرام بيحاول يخليه يبطل يضرب في روني، وبيقول له إن هو على طول بيعمل له مشاكل وبيمشي. وبيروح فيكرام يعتذر له عشان هو السبب، بس روني بيقول له إن هو ما كانش بيضربه، هو كان بينفض الهدوم بتاعته بس. وبيجي واحد من الشرطة عشان ياخدهم لأبوهم، وفيكرام بيقول له هو أبوه ما جاش ليه؟ بيقول لهم إن أبوهم ما جاش بس إخواته كلهم هنا، وبيكون رجالة الشرطة كتير. وبيقول لهم كان في قتال بين عصابتين، وهو وصل لهناك وما كانش معاه سلاح ولا دعم، وحمى كل الناس البريئة وكان بيضرب فيهم كلهم، وبيكون واخدهم على المستشفى. وبيكمل حكي لهم بيقول لهم هو بيدافع عن الناس، حد ضربه برصاصة من ظهره وبيكون خلاص بيموت، وهم داخلين عليه بيشاوروا بيقولوا لروني، وبيجيله وبيقول له ممكن تبقى أول مرة أب يطلب من ابنه الصغير يخلي باله من ابنه الكبير، وبيقول له ما يسيبوش أبدا، وبيقول له يوعده، وبيوعده روني وبيموت، وبيفضلوا سوا بعدها. بنروح بعد كده وبيكون فيكرام بيتفرج على فيلم وبيعيط، وبيروح يخرج، وبتكون سيا ماشية بتدور على شبكة لحد ما بتدخل حمام الرجالة، وبتقول لهم إن هم اللي غلطانين، وبتخرج وبتروح تشتري حاجات من جنب فيكرام، وبتلاقيه بتعيط وبتقول له مالك؟ قال لها هيعرف ده بعد الفاصل. وهو بيكون كده في نوعية الأفلام دي وبيمشي، بس سيا بتروح وراه وبتقول له إن الأفلام دي كلها تمثيل، وبتقول له يعني البطل بيدخل ببطء وشخص واحد بيضرب الكل، وبيخبط في واحد بالغصب وبيوقع عليه الأكل، وبيقول له أنت عملت إيه؟ بس فيكرام بيقول له هينضفه، بس اللي بيترجم بيقول له إنه قال هينضفك، وبيفضل يترجم له غلط، بس سيا بتقول له ما تخليش المشهد درامي بترجمتك، بس بيقول لها أنا هوريك الدراما، ويفضل يزق في فيكرام لحد ما بيرمي الفشار وبينادي على روني، وأول ما بيسمعه بيقوم جري وبيروح على هناك بسرعة، وبيفضلوا يتريقوا عليه، وبيقول لهم مشكلتهم إنهم ما بيتكلموا بس. وبيقول لفيكرام اللي حصل، قال له إن هو وقع على هدومه الأكل، بس روني بيقول له إحنا آسفين، وبياخد فيكرام وبيمشي، بس بيلاقي فجأة دم، بس فيكرام بيقول له عادي، وبيقول له روني حد ضربك؟ قال له يعدي الموضوع، وبيقول له روني مين اللي ضربه؟ فبيحكي له إنهم ضربوه، وبيقول له ينسى الموضوع، وبيقول له يلا يمشوا، فروني قال له يلا، بس روني بيرجع عليهم وبيضرب واحد وبيوقع سنانه، وبيمسكه وسيا بتلف وبتشوف فيه إيه، وروني بيرفعه في الجو وبيرميه على الأرض، وبيقول لهم لو كان الموضوع بخصوص هو كان عادي، بس ده يخص أخوه عشان كده هيدمرهم. وبيدخلوا يضربوا روني بس بيفلت منهم كلهم، وبيمسك الزعيم بتاعهم وبيجوا عليه، بس بيرفع رجله بيخبطهم كلهم في بعض، وبيضرب أي حد يقرب عليه، وبيمسك الزعيم بتاعهم يمسح بيه الأرض، وبيكمل ضرب في كل اللي موجودين، وبيمسك الراجل اللي أقرع وبيكون هيموته خلاص، بس فيكرام بيقول له يسيبه، وبيفضل يتحايل عليه لحد ما صاحب أبوهم بيجي وبينزلوا روني على الأرض، وبتكون سيا مبهورة بيه، وبيكون روني مشهور في المكان بتاعهم كله وبيحبوه، وبيكون صاحب أبوهم كلم حد في مركز شرطة عشان يقدم لحد فيهم، وكتب إن أبوهم وجدهم كانوا في الشرطة، وبيقول روني لفيكرام يقدم هو فيها، بس فيكرام بيقول له إن هو بيخاف من المجرمين، قال له لما يلبس الزي ده المجرمين هم اللي هيخافوا منه. وبيقول روني لصاحب أبوهم يقول لهم اسم فيكرام، وبيكون روني بيوصل فيكرام للاسم أول مرة، وبيكون في ناس كتير بتعمل غلط بس أول ما بيشوفوه بيتهدلوا على طول، وبيوصل للاسم وبيدخل وبيعرف نفسه للمأمور، وهو بيمضي على الاستلام بيلاقي واحد مولع ومجموعة داخلين وراه، ومحدش من الشرطة بيعرف يعمل أي حاجة، وبيدخل القسم كأنه بيته، وبينادي على المأمور وبيقول إن هو هنا، وبيفضلوا يتريقوا على الكل وبيمشوا ومحدش بيعرف يتكلم معاهم. وبيقول فيكرام لكوتي إنهم حرقوا واحد ومحدش اتكلم، قال له قبل كده المأمور فكر بس ياخد إجراء ضدهم فقتلوا بنته الصغيرة. وبيحكي فيكرام لروني اللي حصل وعلى العصابة دي، وإنهم بيموتوا ويخطفوا أي حد، وأبو جلال بيبقى عاوز يقابل الزعيم بتاعهم، وبيقول له إن هم لازم يبعتوا من 20 ل 25 عيلة، وبيقول لهم يدوروا كويس. بنروح لسوريا، وبيكون أبو جلال عنده جيش ودبابات وسلاح، وبيعتبروه أخطر واحد، والشغل بتاعه نشر الإرهاب، وبيكون بيضغط على الأهالي بأطفالهم، وبيرمي مسدس لواحد وبيقول له أنت اللي هتعيش أو ابنك، وبيروح عشان يموت نفسه، بس بيكون المسدس ما فيهوش رصاص، وبيقول له أنت مش هتموت لوحدك ولازم يموت عشانه، وبياخده عشان يدمر نفسه في مكان معين. وكده عرفنا هو بيخطف أهالي ليه، وبيكون الراجل سائق العربية وبيروح وسط تجمع وبيموت الكل معاه. وروشي بتكون رافضة إن هي تتجوز، وبتكون ديت أخت سيا، وروني بيشوف سيا وسط العربيات عشان تلاقي شبكة ومش بيكون مركز، وبيخبط في الفيسبا بتاعت روشي، وبيحاول يرفعها وبتفضل تزعق معاه، وبتقول له يسيبها فبيسيبها، وبتقول له أنت سبتها ليه؟ قال لها أنت اللي قلت لي كده، وبتفضل تتكلم معاه كتير، وبيكون كلب بيهبهب وبيفضل باص حواليه، وبتقول له أنت مش شايفني بتكلم؟ قال لها إن هو مش هيعرف صوت اتنين بيتكلموا في وقت واحد، وبيمشي. وبتروح سيا للقسم عشان مش راضيين يفتحوا محضر لصاحبتها، وبتكون بتبلغ عن عائلات بتتخطف، بس كوتي بيقول لها مفيش خطف عندهم
كلهم ومحدش بيبلغ بكده، وبيكتب الشكوى فعلا بعد تهديد سيا. وبيكون ده مصنع فيه الرهاين تبع العصابة، وبيكون لازم يختاروا حد كبش فدا عشان يروح. وبيشوفوا فكرم وكوتي بيقول له جه الوقت اللي ترد الدين بتاعك للوطن ولازم تهجم على المصنع عشان ينقذ الرهاين اللي هناك. وبيلبسوه وبيكلم روني يقول له اللي حصل، بس روني بيقول له ان هو معاه وما يقلق، وبيقول له يروح يقول لهم ان هو هيروح بس لوحده. وبيكونوا كلهم مصدومين ان هو هيروح لوحده، وبيروح فكرم من مكانه وبيكون خايف، وبيلاقي الاهالي هناك فعلا، وبيلاقي حواليه ناس بالهبل. بس روني بيقول له يستنى عشان في جيش هنا، وبيقول له هنلعب لعبه سوا. وبيقول له اول ما يصفر يطفي النور، ولما يصفر تاني يشغله. وبيروح روني يرمي له معصايه الشرطه وبيمسك حديده وبيصفر، فالنور بيطفي وبيبدا روني يضرب فيهم. وبيصفر تاني وبيلاقوا عدد منهم مرمى على الارض، وروني بيصفر والنور بيطفي وبيبدا ضرب فيهم كلهم تاني. وبيكون روني وسطهم وبيضرب في كل اللي موجود واحد ورا التاني. وبيقول واحد وروني جنبه ان هو كل ما بيصفر النور بيطفي وبيصفر تاني النور بيشتغل، فقال له يجرب كده. واول ما بيصفر بيبدا ضرب فيه. وبيروح روني لفكرم وبيقول له امال مين اللي بيصفر هناك؟ قال له ان الخطه بتاعتهم اتكشفت. وبيقول لفكرم ان هو هيطفي النور لمده 45 ثانيه بس ويشغله. وبيروح روني يضرب فيهم كلهم، وبيكون عدد رهيب في المكان كله بس محدش بيقدر يلمسه. وعند نهايه ال 45 ثانيه بيكون ضرب الكل. وبيروح لفكرم وبيقول له ان هي لحظته وبيمشي. وبيروح فكرم عشان ينقذ الناس دي ويخرجهم من المكان ده، والكل من بعدها بيكون عامل حساب لفكرم بعد اللي عمله. والعصابه بتبلغ ABL ان في شرطي اسمه فكرم حرر كل اللي خطفوهم. وبيكونوا بيشوفوا عروسه لفكرم، وبيروح روني يقنع فكرم بالجواز، بس بيقول له لازم يروح معاه وهو اللي يختار العروسه. وبتكون حافظه صاحبه سيا الوسيط. وبتروح سيا تشوف مين العريس، بس بتلاقي روني، وبيقفوا مصدومين وزعلانين. وبيكون روني فاكر ان سيا العروسه وسيا فاكره ان روني العريس، لحد ما واحد بيدخل بيقول لهم كويس ممكن تحددوا ميعاد جواز اخواتكم. وبيكونوا مبسوطين. وبيشوف روشي وبتكون هي اللي خبطها قبل كده وبتكرشه. وفكرم بيقول له ان هو مش هيتجوزها، بس روني بيحاول يقنعه وبيوافق وبيجوزه. وبيكون ABL بيقول لهم يعني فكرم ده ما عندوش اي نقطه ضعف. ففي حد بيقول له ان هو عنده اخ صغير، فبيقول لهم يجيبوه لحد هنا. وبيكونوا واقفين مستنينه وبيمشوا وراه، وبيلاقي كلب صغير فبيشيله وبيوقفهم. وبيقول لهم ان هو عاوز يودي الكلب ده العياده على اخر الشارع وممكن يركب معاهم، وبيوافقوا. وبيركب معاهم وبيقول لهم يمشوا شمال، بس بيرفعوا عليه سكاكين وبيقولوا له يهدى. وبيكون روكي اللي اتضرب في اول الفيلم منه في السينما هناك، وبيقول له ABL ان هو ما يتكلمش نهائي. وبيوصلوا لهناك وبيشوف روني وبيفتكر اللي حصل. وروني بيقول لهم هم جابوه هنا ليه، وبيحاول روكي يتكلم بس بيقول لهم يسكتوا. وبيرن ABL على فكرم بس بيقفل السكه في وشه، فبيقول له روني يرن عليه، وبيقول له ان هو ABL اللي بيتكلم. وبيقول له هو عاوز المركز كله يسمع، ويفتح السبيكر وبيقول له ان هو خطف اخو فكرم وما عندكوش غير حلين، يا اما ترجعوا الرهاين اللي انتوا حررتوهم او فكرم يجي له لوحده. وبيكون فكرم مستغرب هو ازاي بيقول على روني اخوه الصغير البريء، وبيقول هم خطفوا مين، بس روني بيقول له عاوز يرن عليه تاني وبيكلمه، وبيقول له ان هو خايف ولازم يجي بعد 10 دقايق، وبيقول له ان هو فهم وبيقفل. وروكي واللي معاه بيكونوا مصدومين، وبيقول لهم ABL لو اخوه ما جاش بعد ربع ساعه قطعوا صبعه وبيمشي. بس واحد بيقول له ان هو مش هيستنى ربع ساعه وبيمسكوه، بس مش بيكونوا عارفين يثبتوه كلهم. وروكي بيروح بس صبعه هو اللي بيتقطع، وبيقول بيحاول يقول لهم ان هم جابوا الشخص الغلط، وبيبدا روني يضرب فيهم، واي حد كالعاده بيجي ناحيته بيتضرب. وبيكون روني اقوى منهم بمراحل وبيرميهم زي ما اي حد بيرمي كوره، وبيجروا وراه. بس روني بيجري على العربيات بسلسله وبيخلي العربيات تنزل على الارض، وبيمسك الاخير بيضربه، واخوه بيكون جه وبيمسكه معاه، وبيروح ليه على اسم الشرطه، وبيكون هياخد المأمور معاه في جلسه الحكم بتاعه اللي قتل بنته. وبيكون في زحمه في الشارع، وبينزل يشوف في ايه، بس بيكون روني بيضرب في واحد، وبيروح يقول له ان اخوه بيتخانق في الشارع، فبيقول له يناديه وبيقول له يجي معاه. وبيروح لفكرم وبيقول له يحبسه ويكلبشه مع فرد العصابه ده. وبيكونوا واقفين في مرور، فروني بيهرب معاه فرد العصابه، وبينزلوا وراهم، وبيقولوا الشرطي لفكرم دول بيهربوا، بس فكرم بيقول له انت اللي بتهرب من زمن، ودلوقتي جه الوقت عشان تخلي موت بنتك اخف. وبيقول له يموته، وبياخد منه المسدس وبيفتكر بنته. وروني بيوقف المجرم ده وبيصدره ليهم وبيقتله، وبيكون مبسوط ومرتاح بعدها. وبيكون القسم كله مدي لفكرم كل القضايا، وبيكون فكرم قلقان من كل ده، بس روني بيقول له ما يقلقش عشان هو معاه على طول. وبيروح روني يهجم على كل حاجه داخله لابو جلال، وبينسب الفضل اللي فيها لفكرم، والقسم كله بيكون مبسوط منه، وبيفضل روني يخفف من الجريمه. وفكرم واخد كل حاجه وبيكرموه على طول. ووزاره الخارجيه بيكلموا فكرم وبيكونوا عاوزين يروح سوريا، ومجهزين تذكرته كمان، ومراته بتجهز الهدوم، وبيقول لروني يجي معاه، بس قال له ان هو مجرد ورق هيعمله هناك ويرجع على طول. وبيودعوه، وبتكون مرات فكرم حامل، وبيكون ماشي وهو قلقان.
وبيوصل وبيكلم روني عشان يطمن عليه وبيفضلوا يتكلموا، وفجأة جرس الباب بيرن واتنين بيدخلوا وبيلاقي روني حد بيضرب في اخوه وبيحاول يخلوهم يبعدوا عنه، وواحد بيمسك الموبايل وبيقول له روني ما يلمسش اخوه ولو حصل له اي حاجه هيموتهم، بس قال له ان هم مش اتنين دول كتير، بس روني قال له لو حصل حاجه لاخوه هيموتهم كلهم ايا كان عددهم كام، وبيكسر الموبايل. وبيروح روني وسيا لسوريا وبيروح على قسم الشرطه عشان يبلغ، وبيقول اسم ابو جلال، بس كله بيبص عليه وبيقول لسيا ان هم كلهم متورطين معاه وبيقوموا يمشوا. وهم خارجين بيلاقوا واحد بيقول لهم ان هو عارف فيكرم وبيعرفهم على نفسه، وبيقول لهم هو عارف فيكرم فين، وبيقول لهم يمشوا وراه، وبيقول لهم يخلوا بالهم عشان الشرطه بتبص عليهم، وبيمشوا وراه وبيكون في واحد من الشرطه ماشي وراهم فعلا وبيعرفوا يهربوا منه ومش بيلاقيهم، وبيقول لهم ان هم دلوقتي في منطقته، وبيقول لهم يبصوا وراهم وبيلاقي روني ناس بلطجيه داخلين عليهم، وبيطلع اخطر لاهوري سكين على روني وبيقول له يطلع كل اللي معاه، وبيبص روني لسيا وفجاه تير بيكبر في اخطر وهو ماسك السكينه، وبيقوم تاني مش بيلاقي رجالته وكلهم بيكونوا مرميين على الارض، وبيخاف منهم وبيقول لروني ان هو اسمهم في مركز الشرطه وعمل كده عشان يسرقهم عشان يعالج اخوه، فروني بيديله فلوس وبيقول له ما تحاولش تعمل انك بتساعد الناس وتعمل كده تاني وبيمشي، بس اخطر لاهوري بيقول له ان اخوه مش تعبان وهو اصلا مش عنده اخ، وبيقول لهم ان هو عارف الحراميه والنشالين، وبيفتكر روني هو بيقول له ان حد سرق محفظته وهو داخل الفندق، وبيقول روني ان محفظه فيكرم امبارح اتسرقت الساعه 6، وبيقول لهم اخطر هو عارف هيلاقي المعلومات فين وما يلاقوش، وبيرجع الفلوس لروني وبيمشوا سوا وبيروحوا لاكبر حرامي ويسالوه، وبيكون فعلا سرق محفظه فيكرم وبيسالوه لقاها فين بس مش بيقول لهم، فروني بيضربه بيقول لهم مكان الفندق، وبيكون حد من الشرطه هناك وبيبلغ المدير بتاعه وبيخرجوا ليهم وبيوصلوا اوضه فيكرم وبيقول لهم روني ان دي اوضته فعلا، وهو فاكر وهو بيكلمه وبيحكي ليهم اللي حصل بالظبط، واللي خطف اخوه ورمى الموبايل في الارض، فسيا بتدور وبتلاقيه فعلا، والشرطه بتوصل للمكان بس مش بيشوفوا حد فيهم، وبيخرج روني وسيا واخطر لاهوري ومحدش بيشوفهم، وبياخدهم اخطر وبيروح لواحد هاكر عشان يفك البصمات اللي على الموبايل وبيعرف بتاعت مين. روشي بترن على سيا وبتقول لها ان هي بتحاول تكلم فيكرم بس موبايله مقفول، وروني مش موجود وبره طول اليوم، وبتكون قلقانه على فيكرم وبتقول لها ما تقلقش عشان هو كلم روني وروني قال لها، وهو حاول يكلمها بس ما عرف، وبتطمنها وبتقفل معاها وبتلف بتلاقي روني، وبيفتكر روني فيكرم وايامهم سوا، وبيفتكر ابوه وهو بيقول له يخلي باله من اخوه، وبيعرف بصمات مين اللي كانت على الموبايل، وبيروح المكان اللي هيلاقوه فيه، وبيتفرقوا عشان يعرفوا يسالوا عليه بس محدش بيكون عارفه، وبتروح سيا لمجموعه اطفال وبتوريهم الصوره بس حد بيصفر وبيمشوا كلهم، وبيشوف روني في الشباك وبيروح له بس بيكون اقوى من روني وبيضرب فيه، بس روني بيبدا يرد عليه الضرب وبيجري من روني، وروني بيجري وراه وبيقول له روني اخوه فين، وبيكون هيقول له اخوه فين بس في عربيه بتخبطه وبيموت. وبنروح بقى لاول لقطه في الفيلم بس بيكون بيقول لده مش لاخوه، وبيكون ABL اللي بيعذب فيكرم وبيرميه وسط الناس اللي هناك، وبيلاقي حفيظه وعيلتها هناك كمان وبيكون مستغرب ان هم هنا، وبيفتكر روني حاجه وبيرجع تاني للمكان وبيلاقي علبه الكبريت هي نفسها اللي كانت مع ABL وهو بيولع ليها، وبيطلعوا موبايله وبيبعتوا رساله لABL عشان يقابله وبيوافق، وبيروح للمكان وABL بيروح وبيكون ابو جلال هناك، وابو جلال بيقول لABL ان اللي بعت لك تيجي هنا هو اللي قتل زيدي، وحد بيقول له ان الشرطه جايه هنا وبيمشوا، وبيلاقي ABL والشرطه بتدخل المكان، وروني بيحط ايده على ابو جلال وبيقول له ان هو كان بيدور على حد ومفكر هو، وبيجي يمشي بس بيقول له يستنى، روني بيقول له ان هو بيدور على اخوه وهو من الهند، وبيقول له لو ما لقيتش اخوك تعالى لي وانا هلاقيه، وبيمشي والشرطي بيلاقيه وبيقول له انت فاكر ان انا جيت هنا عشان اقبض عليك، وبيقول له زي ما اخوك ظابط كويس في شرطه كويسين برضه هنا، وهو هنا عشان ابو جلال كان هنا، وبيكونوا مسكوا ABL، وابو جلال بيخرج بيلاقي الشرطه في كل مكان، وبيروح على الزباله وبيدهن وشه زباله وبيقطع هدومه عشان يبان ان هو متشرد يعني، وبيكون ماشي وراهم وبيخلوه يبعد عشان فاكرينه متسول، وبيكونوا ماشيين ورجاله ابو جلال وراهم وبيبلغوا بكل خطوه، وABL بيقول لروني ان هو اخر مره خسر صبعه بس روني بيوريه ايده، وبيروحوا يقفوا يشربوا قهوه ورجاله ابو جلال وراهم وشايفين كل حاجه، وبيدوا له روني فلوس كمان، وبيكون ابو جلال عارف ان هو خانه، وبيقوموا يمشوا وبيسيبوه، وابو جلال بيقول لهم يقتلوه، وبيروح عليه وبيضربوا نار عليه، وبيكون بيجري ورا العربيه عشان يلحقوه وبيدخلوه معاهم تاني، وبيقول لهم ان هو هيقول لهم كل حاجه هم عاوزينها. ابو جلال بيخطط لنشاط ارهابي كمان 3 ساعات، وبيقول له روني هو فين اخوه، قال له ان هو عند ابو جلال، وهو بيخطط ل10 انفجارات في اهم اماكن موجوده، وبيستخدم الهنود والباكستان، وبيكون اول هجوم على السفاره من جارهم اللي هو اسيف جوز حفيظه، وبتكون سيا تروح مع الشرطي عشان تعرف تميز اسيف، وبيكون روني رايح لفيكرم لوحده، وبيكون ابو جلال بيجهز الناس للانفجارات، بنروح للسفاره وبيكون اسيف هناك، وبيكونوا مهددين عيلته بالسلاح، والشرطه بتوصل وبيبداوا يدوروا على عيلته في العربيات، وسيا وبلال بيدوروا على اسيف وسط الناس، وبيشرح ABL كل حاجه لروني المكان عامل ازاي، وهم بيكونوا بياخدوا الناس من الصحراء وبعد كده بيدخلوهم المكان بتاع ابو جلال، وده مش حاجه قليله، ده جيش كامل، وبيكون عنده دبابات وهليكوبتر، وبيبصوا روني مش بيلاقوه، وبيكون روني راح هناك وبدا يفجر
في المكان وبيروح يرمي قنابل عليهم كلهم والمكان بيتدمر، وبينزل روني يكمل على كل اللي موجود هناك. وحد بيقول لابو جلال ان نقطه التفتيش كلها اتدمرت، وبيقول لهم مين بيحاول يخرب الخطه بتاعته، وبيكون فاكر ان امريكا او روسيا او الموساد، وبيكون عاوز يعرف مين. وبيروح روني عند العربيات اللي جايه في الصحراء وفيها عربيه بتيجي عشان تدوسه، بس بيكون عامل لهم فخ وبتتدمر كلها، وبينزل الباقي بس روني بيموت فيهم واحد ورا التاني، وبيضرب واحد فيهم وبيمسك السلاح وبيموت الباقي. وبيروح يشوف فكرم وسط الناس اللي موجوده بس مش بيلاقيه، وواحد بيقول له ان فكرم مش معاهم، وبيقول لهم ايه بي اللي يشيلوا المتفجرات ويخلوا بالهم. وبنروح لاسيف وسيا بتلاقيه وبيحاولوا يهدوه، وبتقول لهم ان هم لقوا مراته وبنته خلاص وبيكلموا في اللاسلكي، وبيقولوا له ان هم كويسين وبيلحقوه قبل ما يفجر حاجه. في بنت وهي ماشيه بتدوس على فخ، بس ايه بي اللي بيقول لها ما تتحركش وبيهديها، وبيقف ايه بي اللي مكانها وبيقول لها تمشي، وبيقول لاخطر يمشي بالناس وبيمشي، وبيلاقي عربيه جايه عليه وبيقول لهم يجي عليه وبيفجر اللغم فيهم كلهم وبيموت معاهم. وبيعرف ابو جلال برضو ان الرهائن اللي كانت جايه كلها اتحررت، وبيقول لهم ابو جلال يبعتوا للطيارات، وبيطلع روني يدمر اي حاجه داخله لابو جلال، وبيكون في طياره قدامه، بس فجاه بيلاقي التانيه طالعه عليه وكمان بعدها التالته، وبيضرب عليهم رصاص بس من غير اي نتيجه، وبيفضل يجري وبيضربوا عليه صواريخ، بس بيلحق يجري وبيمسك في الطياره منهم وبيضرب اللي موجودين جواها، وبيطلعوا يتعاركوا على السطح وبيرموهم من على الطياره وبتكون هتتفجر خلاص، وبينط روني منها قبل ما تنزل، والاتنين التانيين برضه بيتدمروا، وبيجري روني وبيقف على الطيارات. واحد بيقول لابو جلال ان مش امريكا ولا روسيا ولا الموساد، ده واحد بس وبيدور على فكرم، وبيكون مظلوم ان هو واحد بس، وبيضربوا عليه النار بس بياخد باب الطياره ويتحمى فيه والرصاص بيخلص منهم، وبيروح روني عليهم وبيبدا ضرب فيهم كلهم، واي حد بيقرب عليه بيموت، وبيتفادى روني الضرب بتاعهم بمهاره عاليه. وبيروح ابو جلال يسال حد فيهم وبيقولوا له فين فكرم، وبيقول لهم ان هم بيدوروا على فكرم، وبيقول له ان هو ما يكشفش نفسه عشان واحد بيدمر ارضهم كلها وهم خايفين، بس ابو جلال بيكون فاهم الكلام. والدبابات بتدخل وبيوصل بلال وسيا واخطر لروني، وبيكون روني متحط بالدبابات وبيخرج سيا، وبيعرف ينزل من تحت الدبابه وبيضرب اللي موجودين فيها، وبياخد روني سلاح وبيبدا يضرب على الدبابه، وبيخلي واحد يدمر دبابه تانيه وبيدمرهم كلهم. والراجل ده بيقول لابو جلال ان ما فيش حد هنا اسمه فكرم، بس بيكلمه هندي وبيموته، وفكرم بيقول له ان هو هنا، وبيقول لابو جلال ان هو غلط عشان كل مره تحصل مشكله كان بينادي على روني وكل مره كان بيجي ينقذه، بس المره دي هو ما ناداش عليه، بس هو هيعمل كده دلوقتي، وبينادي عليه فعلا وبيلاقي روني داخل عليه. وابو جلال بيقول له ان هو فكر في امريكا وروسيا والموساد، بس انت خلتني ماليش لازمه، وبيقول له ياخد فكرم وبيمشي، بس بيبص على كل اللي هناك، وروني بيقول له ان هو مش هياخده لوحده وهياخد اخواته معاه. قال له ماشي خد كل الهنود، بس روني بيقول له هو ياخد الكل، وبيقول لهم يفتحوا البوابات، وهم ماشيين بيكونوا مسكوا سيا وبيبداوا ضرب في روني كلهم، وبيكون فكرم بيقول لهم يسيبوه، وبيكون روني مبسوط ان اخيرا فكرم بقى بيحاول يدافع عنه، وبيكملوا ضرب فيه كلهم، وبيطلع فكرم على الباب وبينزل لهم وبيضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيكون روني بيتفرج على فكرم وهو بيضرب فيهم كلهم، وبيروح فكرم لابو جلال وبيبدا يضرب فيه لحد ما بيزقه على حديد، وبيروح لروني بعدها وبيكون مش بيتحرك، وبيدخل سيا وبتحاول تفوقه بس مش بيفوق، وبيحاول فكرم ينادي عليه زي ما كان بيعمل، وبيفضل ينادي، وبيكون ابو جلال وراهم وبينادي فكرم عليه بصوت عالي، فبيقوم روني وبيمسك ابو جلال وبيموته قبل ما يلمسهم، وبيرجعوا تاني للهند وكل واحد بيرجع لعيلته. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.